لو بتحب كلبك او قطتك لازم تشوف الفيديو ده. وربنا يبعد عنا الجماعه بتوع حقوق الحيوان ويحبب فينا الناس بتوع حقوق الانسان. مش عشان اخوفك، في امراض ممكن تتنقل ليك من حيوانك الاليف وانت فاكر ان هو بيحضنك وبيحميك، لكنه للاسف ممكن يعديك. وطبعا انا مش ضد تربيه الحيوانات، بالعكس دي حاجه جميله جدا، بس لازم نكون واعيين ونعرف ان في امراض ممكن توصل لنا منهم لو ما خدناش بالنا. وهديك فكره كده عن الامراض اللي ممكن تجيلك منهم. اول حاجه التوكسوبلازما، ودي بتتنقل من القطط وخطيره جدا لو انت حامل. تاني حاجه خدش القطه، والبكتيريا اللي بتسبب المرض ده البانتونيلا، اسمها حلو قوي تحسه ايطالي كده، ودي هتخليك تعبان وسخنان من خربوش بسيط. تالت حاجه القباء الحلقيه، وده فطر بيعدي من اللمسه وبيسبب التهابات جلديه. وطبعا الديدان الشريطيه اللي هتدخل جسمك من غير ما تحس، من براز او من شعر الحيوان. اما اخطر حاجه فمرض بيعرف بداء الكلب، لان عضه واحده ممكن تموتك. وطبعا النصايح اللي اقدر اقدمها لك انك تنظف الحيوان بتاعك كويس، وتغسل ايدك بعد اللعب معاه كويس، وتخلي التطعيمات دايما في موعدها، وما تسيبش الاطفال يلمسوا البراز او ياكلوا بعد اللعب من غير غسيل ايديه. وافتكر دايما ان حبك الحقيقي لحيوانك انك تحافظ عليه وتحافظ على نفسك كمان.